حصلت حاجة كبيرة جدا في نادي الزمالك، للأسف ما كنتش حابب أقولها ولكن لازم نقولها. النهاردة أزالوا صور أحمد سيد زيزو من النادي الأهلي واعتدوا عليها بالضرب، والله زي ما بكلمك. نزلوا الصور، وبعد ما نزلت الصورة نزلوا عليها بالبوكسات والضرب بالرجل في مشهد انا مش عبثي من الطراز الاول، من الطراز الفريد. يعني ايه؟ يعني انت بتحاول تثبت ايه؟ ومين اللي صور حاجه زي دي وسربها للاعلام؟ وازاي حاجه زي دي تتصور؟ ازاي حاجه زي دي تتصور؟ الراجل ده في يوم من الايام كان لاعب عندك، وكان نجم فريقك، وكنت بتتغنى بيه في كل الماتشات. ايه في يوم وليله تنزل صورته وتشتمه وتهزقه وتشتم والده وتمسك الصوره برجليك؟ طب وليه يا عم؟ هو عمل ايه؟ هو عمل ايه؟ الراجل اثر؟ لا ما اثرش، ادارتك اللي اثرت، ادارتك اللي اثرت. الراجل عنده عرض، وعرض كويس جدا ومحترم، خلاص خلصت. الناس بتوعك فضلوا يمطلوا فيه لاخر يوم. الراجل كان شاري الزمالك، والله كلام انا بقوله لك، الراجل كان شاري الزمالك، بس كلمه والده مع النادي الاهلي، وبعدين اهانه ممدوح عباس لوالده ولزيزو شخصيا حسمت الموضوع تماما. انما ما تلومش اللاعب على تصرفه، لوم ادارتك اللي فرطت في اللاعب، وكده غلط. دي صوره عبثيه، صوره حاجه فوضويه، ما يصحش تتعمل. حتى مهما كان اللاعب اخطا ما يصحش تشوف منظر زي ده. وسبحان الله نفس اليوم الراجل يترد له حقه قبل نص ساعه بالظبط، قبل نص ساعه. نادي الزمالك كان عنده مباراه في الكونفدراليه من نادي اسمه ستالنبوش الجنوب افريقي، اول مره اسمع عنه والله. يعني معظم الانديه هناك في جنوب افريقيا يا سان داونز يا اورلاندو يا كايزر يا بيدفست يا كيب تاون، انما اول مره اسمع ستالنبوش ده. وهو ازاي بيلعب في يعني ده حامل كاس جنوب افريقيا، مفاجآت الكاس عموما يعني. فاتهزم منه في القاهره 1-0، اتهزم من الفريق ده وودع الكونفدراليه في فضيحه مدويه. وكأن ربنا بيقول لزيزو حقك وصل لك. يعني الزمالك كان واقف على زيزو للدرجه دي؟ لاعب يؤثر على فرقه كامله للدرجه دي؟ يعني انا ما شفتش الماتش بصراحه، بس شفت ملخص بسيط كده.